السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في فيديو جديد، وصفة جديدة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، والله يفرحكم والله يفرجيها عليكم يا ربي آمين. مهم وصفة جوج الوصفات، وحدة ما كتشبه الأخرى. وحدة غنديرها في صدر الدجاج كاطون، والثانية غنديرو اللحم ديال العيد البقري ولا الغرمي اللي عندكم. على بركة الله. غنبداو بالوصفة الأولى. عندي هنا كمية ديال البصلة وفلفلة وصدر ديال الدجاج. صدر ديال الدجاج قطعته على شكل طولي. غنضيف ليه شوية ديال الزيت وغنديرو فوق النار ونخليه يتقلى ويطيب على خاطرو، ولكن قبل زدت واحد المعلقة ديال الزبدة. درت شوية ديال الزيت ودرت معلقة ديال الزبدة، صافي غنحطهم هكا فوق النار حتى يتشحروا مزيان. عاد غنضيف التوابل الملحة، شوية ديال الثومة بودرة، شوية ديال الإبزار. المهم أنا نذكر لكم التوابل، نتوما تمشيو على حسب اللي في الصورة أو في الفيديو. درت شوية ديال العطرية ديال الدجاج وشوية ديال الخرق ومعلق، وهنا ضفت كذلك شوية ديال الكمون، شوية ديال سكينجبير وشوية ديال الإبزار. المهم أنا ذكرت لكم من قبل. صافي هادي العطرية اللي درت، الملحة وسكينجبير والخرق ومعلق وسكينجبير الإبزار وعطرية ديال الدجاج. أنا عطرية الدجاج ديما ولفتوها معايا، كتكون عندي مع التوابل ضروري، والثومة بودرة. اللي ما عندكمش ثومة بودرة ديروا ثومة طرية. نتوما شوفوا الدجاج راه غير بتشحر هكا صافي كيطيب، لأن ديجا الصدر ديال الدجاج فتي كان عندي أنا في الثلاجة، يعني ماشي يلاه عاد جبته. صافي ناخذ واحد المول يكون شوية طويل، درتلو شوية الزيت وغنديرلو واحد الطبقة ديال البطاطا راني درتها تسلقات مع شوية الملحة وشوية الزيت ضروري. المهم هاد الكغاتان كيكون خفيف، كيكون واحد الطبقة اللي رقيقة، يعني مكيجيش كغطا اللي عالي باش كتبنوه كيجي المذاق ديالو زوين. هانتوما نكمل التستاف ديال البطاطا وغنخدم بالموتزاريلا. الفرماج اللي غنخدم به هو الموتزاريلا. صافي هنا درت فرشت طبقة ديال البطاطا، احسن ديروا طبقة وحدة باش ما تجيكمش البطاطا غالبة بزاف. صافي هنا خديت قطع ديال الموتزاريلا هكا وغنحطها فوق البطاطا باش كتعطيني واحد المذاق روعة صدقوني. خلاص اذا كانت الموتزاريلا ديالكم نوعية جيدة. هنا كنحرك الحشوة ديال الدجاج والبصلة والفلفلة، صافي غنصبها فوق البطاطا. هاد الكغاطا راه خفيف ودغيا تيوجد وكيجي بنين. صافي كنوزع هكا ديك الحشوة فوق البطاطا، مفيش حاجة كثيرة وسريع التحضير، حتى الطهي ديالو دغيا تيوجد. أنا بديت بالبطاطا هي الأولى سلقتها، عاد وجدت الحشوة صافي وبديت كنمونطي الكغاطان ديالي. كتبقى ليا الطبقة الأخيرة هي الفرماج. أنا كيما قلت لكم خدمت غير بالفرماج عفوا غير بالموتزاريلا، هو باش خدمت أنا. وهاد الموتزاريلا عندي نوعية زوينة، عطات واحد المذاق روعة للكغاطان. صافي كيبقى ليا غير ندخلو للفرن باش يذوب داك الفرماج، صافي كيتحمر واحد شوية ونخرجو. كيما قلت لكم راه زربن خفن زربن دغيا يوجد ليكم. هانتوما ما شاء الله تبارك الرحمن كيجي كغطا اللي محمر وزوين. إلا بغيتو تناولوه هكا، بغيتو تناولوه بالخبز، كيبقى ليكم الاختيار. المهم الطبقة اللي كديرو ديال البطاطا كديرو غير طبقة وحدة باش البطاطا ما كتجيش غالبة عاوتاني على الحشوة. هذا هو الكغطان ديالي. اللهم بارك، اللهم أديمها النعمة واحفظها من الزوال. ما تنسونيش من لايك. الله يجازيكم بالخير والبارطاج. الله يرحم بكم الوالدين. وشي تعليق محفز. الله يرحم بكم الوالدين. غندوزو للوصفة الثانية، هي سميتها أنا كنسميها اللحم المكومن، ولا كاين اللي تيقول لها الطنجية. المهم خديت هنا واحد الضمة ديال الزعفران، عندي كمية ديال اللحم، أنا عندي البقري. درت واحد الطرف ديال العنقرة، والصراحة كان اللحم عندي جامد، ما رديتش البال البلاستيك الأخرى أنها كانت قطعات ديال الشوا. المهم هنا ضفت المروزية وضفت معلقة ديال القزبر
ومعلقة الكمون وشوية الملحة، متكتروش الملحة. وهنا ضفت معلقة ديال السمن. نعاود لكم التوابل فيها غير المروزية وفيها القزبر وفيه الكمون صافي، وضفت شوية الملحة وضفت شوية السمن وشوية زيت الزيتون. وهنا كنحك 4 دروز ديال الثومة، كتبغي الثومة تكون شوية كثيرة. هذه هي الطريقة والوصفة ديال الوصفة ديال هاد الأكلة هادي. أنا تنقول لها اللحم المكومن. ضفت شوية ديال الماء، شفتو القياس أنا غنوريكم مزيان. وضفت نص حامضة. شوف كنحرك، ما غاديش نقلي، ما غادي ندير له حتى شي حاجة، غنسدو مباشرة وغنديرو يطيب صافي. هنا غادي نرافقو مع الخضر مبخرة ضروري. اللحم ما ناكلوش بوحديتو. درت هنا شوية الجزر وشوية اللوبيا، هما اللونين غنديرهم في الكسكاس، انا كندير في البخاره. المهم راه ضروري تسمح لي نصفر عليا الماء. بغيت نقرب لكم بخار تشوفوا. هذا درت كسكاس واحد، وفاش غادا ندير كلشي لاني غنخلط الخضروات. بغيتو ديروا كل خضره بوحديتها كيبقى لكم الاختيار. نتوما درت شويه الملحه مع هاد اللوبيا والجزر ودرتهم هما اللونين حتى تسلق واحد نص سلقه. عاد نكمل البطاطا والكوجيط. خليكم معايا. هنا غادا نرافق اللحم ديالي بزعلوك ديال الدنجان. انا هنا خديت الدنجال شويتو، وحاولوا ما امكن انكم تشوفوا الدنجان مزيان. هنا راه مازال سخون، نقيه ونقطعو قطع صغيره ونديرو في المقلاة باش نكملو معاكم. المهم خليكم معايا، انا نشارك معاكم هاد النقطه. انا وريتكم انني شويه الدنجال ودرتو في البلاستيكه باش دغيا كيتقشر معايا صافي. غناخد سكين ونقطعو قطع صغيره ونديرو في المقلاة. نتمنى ان الوصفه اليوم تنال اعجابكم، ان درت لكم 2 وصفات متنوعه. الناس اللي كيبغيو اللحم، الناس اللي كيبغيو الدجاج، المهم 2 الوصفات مختلفين ومتنوعين صافي. هنا غنكمل الدنجال ديالي نقيه ونقطعو صافي، وغنديرو في المقلاة باش نشارك معاكم كيفاش غنخدم هاد الدنجال. هذا معتمد عندي، كيجي المذاق ديالو روعه. نتوما اول حاجه كندير هي زيت الزيتون، يكون بكميه لا باس بها. هاد النوع ديال الزعلوك اولا وهذاك النوع ديال الزعلوك كيبغي زيت الزيتون والثومه. غناخد هنا شي 3 دروس ولا 4 ديال الثومه، غادا نحكهم صافي. وغنضيف الربيع. انا الصراحه كان عندي غير في المجمد، هو من الاحسن يكون الربيع طري، كيعطي واحد المذاق لي زوين بزاف صافي. غنحك الثومه ديالي ونكمل معاكم. وكنعاود نقولها اللي وصلت معايا حتى لهنا، الله يجازيكم بالخير. خليو الفيديو يتشاف كله. وما تنسونيش من اللايك ومن التعليق وبارطاج. واللي مازال ما انضمتش للقناه ومازال عندها ديك ابوني ما دارتهاش ديرها ليا، الله يفرحكم. انتم هنا ضفت الربيع، وهنا كنضيف شويه ديال الملحه صافي. وغنضيف الكمون. هادشي اللي كندير في هاد الزعلوك ديال الدنجال المشوي، كندير فيه غير الملحه وكندير فيه الكمون صافي. والربيع كما قلت لكم يكون بكميه وفيره والثومه صافي. هادشي درت ودرت زيت الزيتون. هنا خديت شوكه هو باش غنبقى ندعك داك الدنجال ديالي صافي. هنا خديت البطاطا وكوجيط نضيف لهم شويه الملح حتى هما، ونضيفهم فوق الخيزو واللوبيا اللي درتهم يتبخروا. المهم كانوا هادو جوج السلطات اولا اللي غنرافق بهم اللحم ديالي. ما يمكنش غنحط اللحم هكا ونتناولو بوحديتو، ضروري شويه خضيره، يعني نوع خضره مبخره والزعلوك ديال الدنجال. بغيتو تزيدو شليضه الخس والخيار كيبقى لكم الاختيار صافي. هنا البطاطا والقرعه دغيا كيطيبوا، علاش خليتهم هما الاخرين من الفوق في الكسكاس صافي. هنا غنقدم معكم الوصفه ديالي. هذيك الخضيره انا حطيتها زدت عليها شويه كمون من الفوق. وهنا الدنجال ديالي كتبقاو تدعكوا فيه حتى كينشف من الماء. نتوما شوف كيفاش كنحطو، ما فيهش الحس ديال الماء لان الدنجال واخا تشويه تيطلق الماء صافي.
وغندوز نشارك معاكم اللحم المكومن أولا الطنجية دياليه، هانتوما شوفوا مكيبقاش فيها المرق نهائيًا، المهم ديروا غير شوية د المرق فاش كيطيب وكتكون العافية متوسطة حتى كتجمر وكطيب على خاطرها، وما شاء الله راه جات معلكة وجات بنينة بزاف بزاف صافي. أنا هاكا كنقاد هداك الحامض اللي كان درت معاها باش اللي بغا يتناولو، المهم متكتروش الملحة لأن الحامض والسمن مالحين، هانتوما غير ولدي اللي كيصاوبوا ليا كنحاول نقرّب ليكم أكثر، واخا تلصق ليكم أنا لصقت لي غير واحد شوية ماشي بزاف، ولكن كتكون غير واحد التحميرة بنينة ما شاء الله. المهم غنخليكم مع هاد اللقطات وغنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.